اسمعني كده. بين الاستقالة والطرد مفيش دراما قد ما في اكسل شيت بارد بيحسب. في شركات ما بتفهمش الأرقام وبتتعامل مع الولاء كأنه ترنيمة مش عهد تبادل قيمة. زمن اصبر وبكرة نقدرك خلص. بدأ عهد الحسابات الصريحة، أنا بقدم إيه وباخد قدامه إيه. الاحتراف دلوقتي ما بيتقاسش بالنوايا، بيتقاس بالأثر، بالعائد، بالنتيجة. واللي مش فاهم المعادلة دي هيفوق على استقالات صامتة بتحصل من غير ما جرس إنذار يدن، يلاقي الناس التقيلة هديت وبعدين اختفت. تخيل معايا موظف شاطر نسميه سيف. سيف سلم 3 مشاريع كبار فوق الهدف ورفع رضا العملاء وعلم الفريق نظام متابعة محترم. سيف قعد سنة يسمع: انت فارق معانا، وقتك جاي، استحمل شوية. ولما جت الزيادات خد كلمتين شكر وابتسامة واسعة. بعدها بأسبوعين جاله عرض من شركة تانية بباكج أحسن وراتب أوضح وطريق ترقية محدد. ساعتها الشركة الأولى اتفاجأت: إزاي يمشي ده من الأعمدة؟ الحقيقة إن الأعمدة ما بتتقفلش بمسامير الكلام، بتتقفل بأرقام عادلة وثقة ملموسة. سيف ما استقالش فجأة، سيف كان بيستقيل بالتقسيط. كل مرة يعدي فيها حقه من غير تقدير جزء من انتمائه طار، وفي يوم مناسب للسوق خلص الورق ومشي. الحكاية دي مش عن سيف بس، دي عن ميزان قيمة. الشركة تبقي اللي بيضيف قيمة، والموظف يبقى في المكان اللي بيقدر اللي بيعمله. لا شركة قايمة على موظف واحد مهما كان متفوق، ولا موظف رزقه مربوط بشركة واحدة مهما كانت كبيرة. العلاقة دي اقتصادية خالصة، تدي قيمة تاخد قيمة. أول ما جهة من الاتنين تبطل تدي، التانية من حقها تدور على بديل. الشركة اللي ما بتراجعش تنافسية الحوافز وما بتقيسش الأداء بشفافية وما بتدربش مدراءها على الاحتفاظ بالمواهب، هتصحى تلاقي النزيف بدأ من بدري بس كان صامت. تعال نحط شوية معادلات واضحة. أولاً، الولاء من غير قيمة بيبقى عاطفة قصيرة النفس، والقيمة من غير تقدير بتتحول لمرارة قصيرة الطريق. ثانياً، اللي ما يتقاسش ما يتطورش. لو شغلك متلخبط بين كلام عام ومجاملات، يبقى أنت مش في نظام، أنت في مزاج. ثالثاً، نحب الشركة جملة عظيمة بس مش بديل عن مرتب عادل ومزايا محسوبة وسقف أمن نفسي. الشركات الذكية ما بتشتريش الولاء بالشعارات، بتشتريه بعرض قيمة حقيقي، راتب واضح، مكافآت مرتبطة بنتائج، مسار نمو، مدير يفتح لك باب مش يقفله. رابعاً، التقدير المؤجل فخ. السنة الجاية لما الظروف تتحسن بعد ما نعدي الأزمة، جمل لطيفة بس لو ما اتربطتش بجدول زمني ومعايير قياس تبقى بسكوت قهوة حلوة لحظتها وتسيبك جعان بعدها. ولو انت مدير أو صاحب قرار، اسأل نفسك أسئلة بسيطة بس حاسمة. هل الرواتب عندي جوه السوق ولا متأخرة؟ هل نظام المكافآت مربوط بنتائج ولا بانطباعات؟ هل طريق الترقية واضح ولا بيعتمد على القرب؟ هل مديرين الصف الأول متدربين على الاحتفاظ بالمواهب ولا بيعتبروهم تهديد؟ هل المعلومة عندنا واحدة وواضحة ولا بتتبعتر بين مكاتب؟ لأن الموظف الشاطر ماشي بمعادلة هو كمان: فرصة واحترام ومقابل عادل. أول ما التلاتة يتهزوا، لينكد إن بيتفتح والسوق بيرد. ولو أنت موظف، خلينا أقولها من غير تجميل، ما تعلقش مستقبلك بوعد عايم. وثق أثر شغلك بالأرقام. وفرت قد إيه؟ سلمت قبل الميعاد بكام يوم؟ رفعت رضا العميل من كام لكام؟ حول مجهودك لقصة مقنعة قابلة للقياس. اشتغل على البراند الشخصي. وجود مهني واضح يخليك تتفاوض بثقة ويخلي شركتك تشوف قيمتك جوه وبره. اعمل مراجعة سوق كل 6 شهور، مش عشان تهدد، عشان تفهم نفسك واقف فين. ولو حسيت ان شركتك بطلت تقدم قيمة قد اللي بتاخدها منك، اشتغل على بديلك في هدوء وامشي بأدب. سمعتك رأس مال، والباب اللي بتخرج منه النهاردة ممكن تدخل منه بكرة كشريك أو كونسلتنت. في المقابل، خلينا نعترف ان في ناس بتقعد منتظرة تقدير مؤجل سنين. الظرف مش مناسب، المدير مش فاضي، البورد لسه ما وافقش. السوق ما بيستناش. اللي ما يتكافئش النهاردة بيستقطب بكرة، واللي ما يتطورش النهاردة بيتعوض بكرة. فكر فيها كاستثمار: وقتك، مهارتك، صحتك النفسية، بتحطهم فين وبيطلعوا لك عائد شكله ايه؟ لو العائد أملس ومش ملموس، انت بتمول وهم. عايز مؤشرات خطر بدري؟ لما تلاقي الزيادات السنوية مجرد نسبة ثابتة للجميع من غير علاقة بالأداء.
لما الترقيات تبقى مفاجآت اجتماعية مش نتائج مهنية، لما تبذل مجهود مضاعف وما يتحطش اسمك في أي شريحة ويتقالك المهم إن الشغل طلع، لما الكلام عن روح العيلة يطلع كل ما حد يفتح ملف الفلوس. ساعتها اعرف إن لغة الأرقام غايبة، ولو الأرقام غابت القرارات بتتعامل معاك كأنك بند مصروفات مش أصل استراتيجي. ومع كل ده خلي بالك إن الاستقالة والطرد نهاد ظاهرة لقصص طويلة. مفيش حد بيطرد فجأة ومفيش حد بيستقيل فجأة. اللي بيحصل إن العلاقة بتخسر قيمتها بالتدريج. الشركة بطلت تقدم قيمة أو الموظف بطل يقدم قيمة. أول ما الكفتين يختلوا الانسحاب قرار منطقي. الشطارة إنك تلحق تصلح قبل ما نوصل للنقطة دي. الشركة تصلح بعرض قيمة مناسب وقياس عادل وثقافة شفافية. الموظف يصلح بتطوير مهارة ورفع أثر ووضوح طلب. في الآخر رسالتي للطرفين. للمدير، الناس ما بتمشيش عشان حد زعلهم في اجتماع، الناس بتمشي لما تلاقي أرقامهم مش مترجمة لتقدير. لو عايز تحتفظ بالكفاءات اقفل الفجوة بين اللي بيتقال واللي بيدفع، بين الشكر الشفهي والامتياز الملموس، بين انت مهم وده حقك. وللموظف، ما تخليش عاطفتك تربطك بمكان ما بقاش يقدم لك عائد عادل. اشتغل بقلبك وعقلك، بس افصل ما بين الحب والحقوق. لما تتعامل بمعادلة واضحة هتلاقي قرارك أهدى وأقوى، يا إما تفضل وتكبر يا إما تمشي وتزدهر. لو الكلام ده لمس عندك وتر صح، فكر النهاردة في حاجة واحدة عملية تعملها فوراً. لو صاحب قرار، راجع آخر 3 استقالات واسأل نفسك كان ممكن نمنعهم بإيه؟ ولو موظف، اكتب أثر آخر 90 يوم عندك في 10 سطور بأرقام. لما المعادلة تبقى واضحة مفيش حد هيضحك عليك بشعار ومفيش حد هيظلمك بانطباع. العلاقة بين الشركة والموظف عقد قيمة. أول ما القيمة تتوقف الانسحاب صح، وأول ما القيمة ترجع كل الأطراف تكسب. اختيارك من النهاردة إنك تفكر بالأرقام وتتحرك بكرامة، لأن السوق واسع واللي يستاهل بيتقدر هنا أو هناك.